مرة حصلت معاكي مشكلة في الطيارة وحسيتي انه الفار ايست. بهدلتي الدنيا يعني. الفار ايست. الفار ايست. لا فجأة الأكل بدأت بتهز غير طبيعي، وطبعا قال المضيفين كلهم يقعدوا جدا، والطيارة ما بقتش بتتهز بالعرض، بقت كده يعني. هي ولا مرة بتتهز بالعرض، هي دايما لا يعني هي بتبقى كده كده هي دايما بتتهز كده الطيارة. هي بتبقى كده لغايه اما تبقى كده. هو الرعب في ده. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا كذا حد قال لي مثلا خدي مهدئات، اشربي حاجه تهديكي، ما بقدرش خالص يعني. قالوا لي حاولي كتير، ورحت لدكاتره قلت لهم قالوا لي ممكن تاخدي مش عارف، بحس ان انا عايزه ابقى سوبر واليرت جدا، عايزه ابقى فايقه جدا عشان ابقى مركزه. هركز في ايه برضو ما اعرفش يعني. انا مش عارفه محتاجه ان اركز ابقى فايقه في ايه ما اعرفش برضو. وبعدين لسه كنت جايه من دبي. افضل حاجه النوم. ما بعرفش مهما كانت الرحله طويله، وممكن تبقى راكب الطياره وانت مش نايم وتعبان جدا، ما بقدرش خالص يعني. طب اصحابك بيعملوا فيكي ايه لما يكونوا معاكي في الطياره؟ قالوا لي بيشتغلوني جدا، وبقوا اساسا يعني بيكرهوا يقعدوا جنبي. وبعدين لما بطلع بالصدفه مثلا رايحه حته وفي حد اعرفه قاعد جنبي، بتبقى مصيبه لو هو كمان خايف. يعني في حد انا اعرفه بدون ذكر اسماء، كنا طالعين مراكش، وبعدين فجاه معروف جدا ومهم جدا في منصبه يعني كبير يعني، وقاعدين جنب بعض، وبعدين فجاه انا حاطه الهيدفونز وكده، وبعدين فجاه لقيته كل شويه انا عماله بقرا قران، وكل شويه يعمل كده وانا قاعده هنا، وين كل شويه لغايه اما اداني ظهره خالص. اوكي، ببص عليه الطياره بتتهز، لقيته ماسك القران وعمال، فطلع ان هو مرعوب اكتر مني. اللي هو قلت يا نهار ابيض، جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك اسخن مني بجد. كانت